بقدير شهادات ال19% و22% بالبنك الأهلي وبنك مصر الآن إصدار أعلى شهادة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة. تعالى بينا نشوف تفاصيل الشهادة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. حاليا جميع عملاء البنوك وكثير من الأسئلة لعملاء القناة عن بديل شهادات ال19% وال22% المتناقصة بالبنك الأهلي وبنك مصر، وخصوصا مع اقتراب انتهاء نزول مستحقات أصحاب شهادات ال18% حاليا، وجميعا نبحث عن أعلى عائد خصوصا بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفايدة في اجتماع مايو 2023 اللي قرر فيه تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي أساسي عند مستوى 18.4% و19.4% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وبدأ الكثير هنا بتساؤل: هل يتم إيقاف شهادة 19% وال22% بالبنك الأهلي وبنك مصر؟ ولكن اليوم يتم إصدار شهادة جديدة بعائد 20% سنويا وعائد 18.5% شهريا، وذلك في بنك التعمير والإسكان بمصر. يمكن ربطها من أي فرع من فروعه على مستوى الجمهورية، حيث قرر البنك إصدار شهادة 20% سنويا لمدة 3 سنوات، العائد عليها بيكون سنوي. وكما قرر إصدار شهادة 18.5% بعائد شهري لمدة 3 سنوات. يمكن شراء الشهادة بدءا من 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، وبيتم احتساب العائد بداية من اليوم التالي لشراء الشهادة، ويطرح الشهادة الجديدة بالبنك، ويستمر إصدار شهادات بأعلى عائد بالسوق المصرفي حتى الآن. وننتظر باقي البنوك وتقرير لجان الإلكو بالبنوك بعد تثبيت أسعار الفايدة. فتابع معانا كل الشهادات اللي هتنزل وهتصدر هننزلها على القناة، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا الفيديو القادم، فيديو هام جدا عن أعلى الشهادات.